مرحبا بكم، يسعدنا متابعتكم والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. دعا وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بالعابد اليوم الاثنين نقابات القطاع إلى المساهمة في حملة تلقيح موظفي التربية ضد فيروس كورونا لضمان دخول مدرسي آمن مستقر وهادئ. وفي تصريح للصحافة عقب إشرافه على افتتاح لقاء تشاركيا حضرة ممثلي 24 نقابة، نوه وزير التربية إلى ضرورة المساهمة في إجراء حملة تلقيح واسعة لصالح موظفي القطاع، وهذا لضمان دخول مدرسي وسنة دراسية آمنة، مؤكدا أن هذه الحملة الواسعة للتلقيح تأتي كذلك تأكيدا لما ورد في تدخل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في اجتماع مجلس الوزراء أمس الأحد بشأن الدخول المدرسي. وحسب المسؤول الأول في القطاع، يتميز هذا اللقاء الذي جرى في جلسة مغلقة بحضور 24 نقابة معتمدة، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن تلتحق نقابات أخرى في اللقاءات التشاركية بعد استكمال الإجراءات القانونية. وأفاد بالعابد أن هذا اللقاء يعتبر انطلاقا للعمل التشاركي والاجتماعي والمهني مع جميع النقابات وتحضيرا للسنة الدراسية المقبلة. وأشار بالعابد في هذا الصدد إلى أن الاجتماع سيكون فرصة للنقابات للتعرف على خريطة الطريق المعتمدة من طرف الوزارة وإعلامهم بالقرارات والتدابير المتخذة بشأن الدخول المدرسي المقبل، مضيفا أنه ينتظر من النقابات تقديم آرائها وانشغالاتها وتأكيد اقتراحاتها للاستئناس بها في الدخول المدرسي المقبل.